يعني ايه عمارة الفضاء؟ خد من الماضي الأسس واعملها إعادة تعريف باللي موجود النهارده. ليه نخسر ما دام في ايدينا نكسب؟ ده هتوصل لمرحلة التطور التكنولوجي اللي هيحصل الصبح على الظهر أو العصر هيكون حاجة قديمة الناس بطلت تستخدمها. تقول له لا أنت فاهم غلط، إحنا ما اتعلمناش كده. صوب إلى النجم قد تصيب المئذنة. سمعتوا قبل كده عن عمارة الفضاء؟ يعني تخيل معايا كده انك معماري ومطلوب منك تصمم بيت او مستشفى او حتى مدينة كاملة في مكان مفيش فيه هواء، مفيش فيه مية، مفيش فيه جاذبية زي اللي احنا متعودين عليها على الارض. تفتكروا البيت او المدينة دي شكلها هيبقى عامل ازاي؟ او هتتبني من ايه اصلا؟ وعلى فكرة ده مش خيال علمي، ده مجال حقيقي وموجود وبيجمع بين العمارة والهندسة والعلوم والتكنولوجيا. علشان كده معانا النهارده المعماري دكتور سامر السياري، واحد من المتخصصين في عمارة الفضاء والبيئات القاسية، وموجود معانا علشان نعرف منه ازاي المعماري بيفكر وهو بيصمم مباني على القمر او على المريخ، وايه التحديات اللي ممكن تواجه الانسان لو قرر يعيش هناك، وهل فعلا ممكن نشوف مستعمرات بشرية خارج الارض في يوم من الايام. اسئلة كتير هيجاوب عليها معانا النهارده، فأهلا بيكم في عمارة الناس. تنويه سريع للي بيسمعوا الحلقة صوت بس. الحلقة دي فيها صور ولقطات مهمة هتضيف جدا للتجربة، فلو حابين تعيشوا التجربة كاملة شوفوا النسخة الفيديو على يوتيوب. ازيك يا دكتور سامر؟ الحمد لله أخبار بخير. حضرتك ايه؟ ربنا يكرمك. والله نورتني النهارده. منور بيك. ليه حرفيا منور بيك. ربنا يخليك يا رب. عمارة الفضاء، يعني ايه عمارة الفضاء؟ بص يا جميل، هي عمارة الفضاء ما يعني هو الكلمة الأصح ما اسمهاش عمارة الفضاء. اه خلينا نقول إيه مثلا عمارة البيئات القاسية، ده المسمى الأسلم. اوكي. عمارة الفضاء دي حتة صغيرة جدا منها، امم لكن البيئة القاسية ممكن تبقى هنا على الأرض بعد الحروب، فيضان، زلزال، اللي حصل في فوكوشيما لو تفتكر اللي في اليابان، اه تسريب إشعاعي، في قبليها تشيرنوبل. كل دي بتكون بيئة قاسية. يعني إيه بيئة قاسية؟ أمم. يعني حتة الإنسان صعب إنه يعيش فيها في الظروف الطبيعية. ده العلماء كمان قال لك، او الناس عموما لما فكروا في البيئات القاسيه، طبعا انا مش داخل علميا قوي بس ده علم وفي ناس متخصصه فيه ومراكز ابحاث، واللي انت نفسك فيه يعني موجود. بيقول لك ده انت ممكن جبل ايفرست اللي هو اعلى قمه على مستوى العالم دي بيئه قاسيه. أمم. في اعماق المحيط دي بيئه قاسيه. في القطب الشمالي والجنوبي دي بيئه قاسيه. طبعا السؤال التاني اللي بيتبادر للذهن هو احنا ممكن نعيش في الحته دي؟ ما احنا عندنا الدنيا تمام. ما ده لا، سؤال مهم جدا. بالظبط. اه وليه بقى؟ لان ممكن فعلا نضطر نعيش فيها. ليه نخسر ما دام في ايدينا نكسب؟ يعني يعني ليه نروح مع احنا في هقول لك ليه. بيئات مناسبة؟ لا، ده في ظروف طبيعيه. اوكي. لكن برضه الناس اللي هي متخصصة في هذا المجال قال لك ده أسباب ده كتير قوي فيما يعرف باسم التهديدات الوجودية. تهديدات وجودية. ودي وجودية. بقى ايه، هننقل كده من البيئة القاسية للتهديد الوجودي نشرحها أو نتكلم دردش فيها. التهديد الوجودي هو اللي بيسبب البيئة القاسية. بس حضرتك دخلت مسابقات كتير تحت مسمى عمارة الفضاء، مش كده؟ والبيئات القاسية. والبيئات ما القاسية. انت لو بتفكر بس في عمارة الفضاء امم كأنك عندك شقة قصر واسع وانت واقف جنب شباك ما عندكش غيره طول النهار قاعد في الشباك. طب وبالنسبة لبقية المكان؟ امم ما انت كل شباك هيفتح لك مطلع على حتة تانية. لكن البيئة القاسية هو المفهوم لازم تبقى فاهم الأول يعني ايه بيئة قاسية. يعني المفهوم الأعم والأشمل هو البيئة القاسية. بالظبط. طب يندرج تحتها بقى عمارة جزء الفضاء. عمارة الفضاء. بالظبط. ممتاز. لأن عمارة الفضاء هي بيئة قاسية، امم ودي تعتبر أعلى بيئة قاسية ممكن نوصل لها. لا عندك أكسجين ولا عندك جاذبية ولا عندك أي مقاوم من مقاومات الحياة ولا أي حاجة. عارف أنت في مثل جميل أوي كنا بنعرفه من زمان، مثل بيقول لك إيه، صوب إلى النجم قد تصيب المئذنة. اوكي. يعني معنى ايه؟ إيه المثل ده؟ يعني دايما خلي طموحك في الحتة الصعبة أوي هتلاقي الحتة الأصغر منها أسهل. أنت لو هدفك توصل للنجمة فمش هتوصل للنجمة، بس يبقى سهل عليك توصل إيه للمئذنة امم أو للبرج في قول آخر يعني. امم فهي البيئة القاسية هي أصعب بيئة من البيئات القاسية، لأن مفيش أي حاجة من مقومات الحياة. وبرضه الكلام ده كلام علمي، يعني لو في حد من الناس عنده فضول وحابب إنه يقرأ في الكلام ده هتلاقي فيه تعريف اسمه البيئات القاسية وعمارة البيئات القاسية. امم وفي ماجستير بيتعمل في حاجة اسمها عمارة البيئات القاسية. وفي طبعا تخصص جوه بقى دقيق اللي حابب يتخصص بقى ده في ناس بتتخصص مش بس في عمارة الفضاء، ده في معماريين بيتخصصوا في الروبوتات بتاعة عمارة الفضاء. أعرف يعني أصدقاء ليا متخصصين في هذا المجال. امم وبقى طبعا طبيعة العلم يعني بيتوسع وبيكبر وكل حاجة في الحياة يعني فيها تخصص. مفهوم. فحضرتك كنت متخصص طبعا في الجزء اللي أنا انت بحب أوي فاهمه، البيئات القاسية. العمارة. أنا بحب البيئات القاسية، لكن شدني برضه عمارة الفضاء شوية. امم يعني الحتة دي أنا كنت معجب بيها ليه؟ لأن دي أعلى حاجة، أعلى تحدي. فأنا دماغي بقى مش ده أعلى حاجة جيبوا آخركم. طب حضرتك دخلت فيه ازاي؟ بص يا سيدي، أنا بدايتي كانت وأنا في ثانوية عامة.
كنت بحلم اكون مهندس فضاء، اوكي. ومفيش حاجه اسمها هندسه فضاء في مصر. امم. فخلاص يعني حلم كان موجود وانا في المدرسه، يعني ده كان حلمي. امم. عدت السنين، ربنا وفقني الحمد لله، دخلت كليه هندسه وبتاع، ومفيش برضه عماره فضاء. قالوا لي طب تدخل هندسه طيران في القاهره؟ لا، مش انا عايز هندسه فضاء. فخلاص تخليت عن القصه دي، لكن فضلت ايه، فضلت في جوايا. دخلت كليه الهندسه قسم عماره، الحمد لله ربنا وفقني، اتخرجت اول الدفعه ومشيت الامور. وبعد كده حبيت اشتغل في حاجه اسمها الاستدامه، مباني مستدامه، خلاص بقى. لحد ما فجاه وبدون اي مقدمات في 2009 لقيت مسابقه تصميم على القمر، تصميم على ايه؟ مستعمره على القمر. مستعمرة على القمر، دي مسابقة رسمية؟ مسابقه، كانت في بوسطن. في ناسا عهدت الى مؤسسه اسمها بوسطن عشان يعملوا هم المسابقه، لان ناسا ما ينفعش تتعامل مع الناس العاديه، امم. يعني ده القانون الامريكي يعني. امم. فطرحوا المسابقه. طبعا وقتها انا لا افقه شيء في عماره الفضاء، فاكرها زي المباني بتاعتنا وبتاع، عملت برج كده ظريف كده زي بتاع نيويورك ولا بتاع. طبعا الكلام ده كله ما كانش صح، بس كنت داخل اعمل حاجه كده زي النخله، ومش النخله مظهر النخله او شكل النخله، لا، درست النخله فعلا بتعيش ازاي، وحركه السوائل والقصه ازاي عايشه، وحاولت اعمل حاجه كده فيها ايه النظم دي. اوكي. والحمد لله ربنا وفقني، بقيت قالوا لي ايه، انت كده وصلت فايناليست. يعني ايه فايناليست؟ يعني تصفيات نهائيه. اوكي. وعشان اكمل كان لازم اسافر امريكا وابدا اعرض الكلام ده. فقالوا لي انت من ضمن 9، ما انت وصلت للتصفيات النهائيه. ما قدرتش اسافر وقتها امريكا، ما كانش عندي يعني القابليه ان انا اسافر، اوكي. فما طلعتش ما فزتش فيها يعني. امم. بس فضلت محتفظ بالجواب بتاعهم ان انا تصفيات نهائيه، كنت سعيد بيها جدا. واذ افاجئ ان الناس اللي فازت عملوا حاجات تانية مختلفه تماما. هنا بقى وقفت مع نفسي، لا ده في حاجه، ده في علم بقى. ده الموضوع مش مسابقه عاديه زي المسابقات اللي احنا، يعني التعليم اللي انا خدته في الكليه ده ملوش علاقه بعماره الفضاء. دي اسمها عماره ودي اسمها عماره، بس دي حاجه ودي حاجه تانية. فبديت اشوف الناس دي بتعمل ايه. اكتشفت بقى ان ده بحر بقى محيط، وتغرق فيه وتطلع وتغرق فيه وتطلع. المهم يعني عشان ما اطولش عليك، فلقيت اللي فاز بالجائزه الاولى عمل حاجه تانية، حته صغننه كده ولعبه ليجو كده صغيره. فانا عامل برج وبعمل طور، ما ينفعش الكلام ده. طب انت ليه عملتها كده؟ طلعت اللي فايزه كانت واحده بنت، يعني اللي فايزه راحت شافت شويه العلماء كانوا بيعملوا ايه، وحولت الورقه العلميه لمشروع، وده كان شيء مبهر جدا بالنسبه لي. امم. انا وقتها يعني كانت ثقافتي ان العلم حاجه والتطبيق حاجه، او العلم اللي احنا بنشوفه بنقراه في الابحاث العلميه بتقراه تنبسط بيه تحطه على جنب، لكن تيجي تشتغل بمشروع هقعد ابص في اوراق علميه عشان اشتغل في مشروع، مش وارده يعني. ما اتعلمناش احنا ما كده. اتعلمناش كده. امم. بس اكتشفت ان في ناس بتعمل كده، ان انت لا، انت ممكن تدخل تقرا اوراق علميه منشوره في مجله علميه ولا في مؤتمر ولا في اي حته، وتطلع منها بمشروع. فمن هنا اتغيرت المواضيع كلها. مرت السنين ومرت الايام، وخلاص بقى ايه، مسابقه وعدت. جيت في 2015، في السنه دي تحديدا، دي كانت نقطه التحول الاساسيه، لقيت مسابقتين نازلين في نفس الوقت. واحده كانت في امريكا، والتانية كانت في باريس، فرنسا. فاخدت تحدي، هل اقدر ادخل اتنين في نفس الوقت؟ موضوع صعب، وبيني وبينك محتاج قرايه. طبعا. عملت الاتي، قلت المسابقه بتاعت باريس انا هاخد مشروع بتاع 2010 واطوره شويه وادخل بيه هو نفسه، مع العلم ان ما كانش المشروع ده يصلح فعليا، يعني في مشاكل كتير. بس الجماعه الفرنساويين كان هدفهم هي الفكره، وليست عمليه التطبيق والتنفيذ، على عكس الامريكان. المسابقه بتاعت امريكا لا، هم عايزين حاجه واقعيه قابله للتنفيذ، فكره علميه قويه. امم. فهنا ادركت ان دي ثقافه ودي ثقافه. الناس هنا بتفكر بطريقه، الناس هنا بتفكر، ودي كانت برضه تاني درس اتعلمته في حياتي مهم قوي قوي. اعرف انت بتتكلم مع مين عشان تعرف تتكلم باللغه اللي هو هيقبلها منك، اللي هو يفهمها. اللي هو يفهم، هو اللي عايز يسمعها بمعنى اصح. ما هو برضه الفرنسيين عندهم وكاله فضاء وعندهم الكلام ده كله، بس اللي طرح المسابقه هو بيبص لايه؟ بص المستقبل. طبعا بعد سنوات كبيره قوي اتعلمت ان في 3 حاجات بقى في عماره الفضاء دي. حاجه اسمها عماره فضاء واقعيه انت هتنفذها فعلا، وعماره مستقبليه لكنها مبنيه على تكنولوجيا موجوده، والمستوى الثالث عماره بتعتمد على تكنولوجيا لسه هتظهر بعد سنوات. عماره مستقبليه ممكن تبقى حليمه، ممكن تبقى بتحلم، ممكن، ودي اللي بتطلع في الافلام على فكره، اغلبها يعني بيطلع في افلام الخيال العلمي. امم. فانت لازم تبقى عارف وانت داخل انت بتتكلم بانهي مستوى. انت هتنفذ يعني حاجه فعلا هياخدوها طقم من الخبراء ياخدها ويفككها وينفذها، ولا هتعتمد على التكنولوجيات في خلال ال10 سنين اللي جايه قابله للتنفيذ؟ لان خلي بالك ناسا والناس دي ووكاله الفضاء الاوروبيه واليابانيه بيبدا مشروع عشان بعد 10 سنين يسلمه، تنفيذ مش تصميم. امم.
وفاكر اول مسابقه قلت لك عليها بتاعت 2009 دي، اه. كان تنفيذها امتى في الجدول الزمني؟ احنا كنا بدأنا المسابقه 2009، اوكي. تنفيذها 2067. يعني يعلم مين يعيش بقى. دي ناس بتخطط. ناس بتخطط. بس المسابقه دي كانت حلوه على فكره في حاجه، يعني الاول مره اعرف ان في معماريين شغالين في ناسا، انا ما كنتش اعرف كده. واللي جوه كتب ناسا في مهندسين معماريين. انا اول مره اعرف الكلام ده، مم. واول مره بقى اكتشف ان ده مجال بقى. يعني دي كانت مسابقه نازله وعجبتني فكرتها، حسيتها انها بسيطه، وهم قال لك عايز تمشي تكنيكال قوي يعني حاجه تقنيه، ولا عايز تمشي فكره معماريه. فانا طبعا خدت سكه الفكره المعماريه، لا ما اعرفش قوي التكنيكال، ما كانش الموضوع بالنسبه لي يعني معروف يعني. مم. واكتشف بعد كده ده لا، ده في ناس علماء وكاتبين. ده انا عشان اقرا بس الملخص او الطلبات قعدت اسبوعين اوكي. عشان احاول افهم هم كاتبين ايه. فوقتها ادركت بقى ان ده مجال بقى بحر زي ما قلت لك، والقصه دي. جيت بعد كده ربنا اكرم في 2015 والاتنين كسبوا. اوكي. يعني كانت 2016 يا رب، كان عدت عليها سنه 2016. بتوع فرنسا قالوا لي انت كسبت، تعتبر زي الجائزه الثالثه. جايزه كده اسمها غريب، اسمها خفقه قلب، او بالفرنساوي كو دو كور. خفقة قلب يعني زي ايه الجائزة التالتة، عندهم جائزة كبرى، جائزة اللي حاجة اسمها الفوكس أو المركزة، والتالتة دي المركز تشجيعية الثالث يعني. تالت يعني. اوكي. فده شجعني، قلت والله ده الموضوع يعني ايه، في أمل الواحد ايه يطور نفسه بقى، يشد حيله كده شوية وممكن. بتاعت أمريكا قالوا لي أنت برضه ايه التصفيات نهائية. مم. طيب ايه المطلوب؟ قالوا لي في الصيف كنا وصلنا الصيف بقى بين 2016 و17 لازم تيجي ورشة عمل عشان تنفذ فكرتك. طب هنفذها ازاي؟ هنجيب خبراء من ناسا، هنجيب ناس مهندسين هم اللي هيشرفوا على التطوير، وانت في ورشه عمل مدتها 10 ايام. فوقتها طلعت على فكره الجايزتين دولت بتاعت فرنسا وبتاعت امريكا ما كانش فيها جوائز ماديه، مم. يعني جوائز معنويه اكتر. اوكي. انا صارف من جيبي حتى يعني مبلغ ضخم جدا عشان اعرف اطلع امريكا واقعد ال 10 ايام دي، كانت كل على حسابي يعني. اوكي. بس انا قلت برضه هي فرصه، تجربة مختلفة. فرصه يا عم تتعلم وتشوف الناس اللي عندها علم بتشتغل ازاي، واشوف حاجه جديده، وبعدين ارجع اقول للناس اللي عندنا الناس دي بتعمل ايه. ده كانت حته بالنسبه لي يعني لا تقدر بثمن. مم. رحت فعلا، كان راجل تمانيني كده في العمر، مهندس قعد 30 سنه في ناسا، وبعدين فتح شركته الخاصه، يعني مهندس سينيور انجينير، يعني مهندس كبير يعني. فالراجل قعد معانا، انا جاي انا مهندس معماري، اتعلمت كليه هندسه جامعه اسكندريه. كل ما اجي اعرض له فكره يقول لي ده عملت حساباتك؟ يعني ايه الحسابات؟ قال لي عملت المعادلات الحسابيه. قلت له لا انت فاهم غلط احنا ما اتعلمناش كده. بس وقتها ادركت ان فعلا لا، ده في عالم تاني شغال بطريقه تانية، بس الناس دي واقعيه وعايزه تنفذ. الموضوع بالنسبه لهم مش افكار حلمه يسقفوا لك، ده هو بيبص، وبيبص ايه، ده راجل بقول لك في 80 من عمره، مم. بيبص عشان بعد مثلا 100 سنه ايه إيه اللي هيحصل. وقتها بقى فهمت بقى ان انت لما بتزرع نخله، انت بتزرع نخله عشان احفادك يستفيدوا بيها. ده الفكر اللي موجود في الفضاء، مم. مش عشان انت تستفيد بيها، بس لازم لانك بتاكل من نفس النخل اللي اجدادك من 100 سنه زرعوها، مفهوم. ولازم جيل يسلم التاني. مم. فهنا طبعا انت عارف امريكا مختلفه عننا في حاجه، احنا دايما بنشوف حضارتنا القديمه وده من حقنا. 7000 سنه و5000 سنه احنا اغنى حضاره، يمكن اغنى حضاره في العالم. مش عشان احنا بس ضاربين في القدم، لا، عشان انت عندك حضارات كتير كل واحدة بموروثاتها الثقافية. مم. امريكا بتعمل ايه؟ بتبص لل 7000 سنة اللي جاية، هم هيسيبوا ايه لاحفادهم؟ لان امريكا عمرها 200 سنة 250 سنة، فهم دلوقتي بيعملوا حضارتهم اللي بعد 1000 سنة هيقول لك كان عندنا حضارة. فهنا ادركت طب ما فعلا الكلام ده برضه معقول، واللي احنا بنقوله معقول. احنا بنتغنى وبنفتخر بحضارتنا، ده مشروع تماما. بس النقطة الأخطر، احنا سيبنا حاجة للي جاي عشان برضه هم يفتخروا بيه. هنا كانت نقطة التحول. طب احنا سيبنا ايه بقى بعد 1000 سنة هيقولوا علينا احنا ايه؟ انت عندك الحضارة المصرية القديمة، رومانية، يونانية، قبطية، إسلامية، وكل واحدة من دولت غنية بما فيه الكفاية إنك بص تفتح صدرك للآخر. بس سنة 2020 أو 2025 أنت سبت الإيه اللي جاي؟ ما هو انا كنت دايما بسأل السؤال ده، انتوا شايفين يا جماعة ان العمارة، ان شوية المباني اللي انتوا عاملينها ديت المفروض احفادنا يفتخروا بيها؟ لا مرة ده ده إيه هيشتمونا. ده وجه من أوجه الثقافة. لكن احنا فعلا لا، هي حضارة كاملة، أنت لازم تسيب حضارة، لازم. والحضارة دي تيجي إزاي؟ بديت بقى إيه، طبعا أنا جاي من الشرق الأوسط، مم. ورحت امريكا ورحت فرنسا ورحت ماليزيا برضه في جايزه الحمد لله في الفضاء في ماليزيا، كان وكاله الفضاء الاوروبيه هي اللي بتحكمها. فلفيت من الشرق فعلا للغرب، ففهمت ثقافات الناس بتفكر ازاي، ولقيت ان احنا عندنا حته مهمه قوي قوي مم. مش موجوده في حته تانية في الدنيا. احنا بنفتخر ومن حقنا برضه مشروع تماما بحسن فتحي. طبعا. طب ليه؟ حسن فتحي كان عنده وضع اسس لما يعرف باسم الاستدامه. يعني ايه طبعا. استدامه؟ عشان برضه الناس تعرف، احنا بنتكلم في كلام كبير قوي، لكن
استدامة انك بتبني بحاجة بتتلائم مع المجتمع اللي انت فيه، بتتلائم مع البيئة، والمجتمع اهم من البيئة. ازاي الكلام ده؟ ما الاستدامة اجتماعية برضه طبعا اقتصادية. طبعا. معاك 100,000 جنيه هتسكن في فيلا نظيفة، من حقك، ولازم يبقى 100 مليون جنيه. ده حسن فتحي كان بيقول كده. هتبني من الخامة اللي تحت رجليك، واكتشفنا بعد كده ان العالم كله من آلاف السنين بيعمل كده، مش احنا بس. طب معلش، لو رحت للقطب الشمالي تسمع عن حاجة اسمها مساكن الإيجولو. طبعا. طب الإيجولو دي عبارة عن ايه؟ تلج. قبة من التلج. مم. انا كان وانا صغير لما سمعت الكلام ده اتخضيت، ازاي الكلام ده ينفع؟ وازاي بهذا الحراره؟ ده اكتشفنا ان ازاي هو ده التلج؟ اللي بيعزل الحراره، وهو ده اللي مش بيسيح في الجو، ده احسن حاجه. يعني كان انت حاجه مبهره. عايش في بيت عباره عن تلج، تمام، وعشان تتدفى، طب ازاي؟ جوه التلج، جوه قبل التلج، ولعلمك درجه الحراره جوه 17 18، مم. وبره ناقص 40. بص حاجه غريبه جدا. طب احنا عندنا هنا من الاف السنين ضفاف النيل كانوا بيبنوا بايه؟ طين طمي. طين تحت الارض، الخامه اللي تحت رجليك. لو طلعت في اي حته جبليه في الكوكب اللي احنا عايشين فيه كانوا بيبنوا حجر. من الحجر. تعال نطلع بقى اوروبا الشماليه، ونطلع روسيا الشماليه، ونطلع خشب. خشب. ليه؟ عشان الاشجار الغابات. والكلام. يعني المبدأ الانساني انك بتشوف حواليك فيه ايه وتبني منه. هل تعلم ان دي المبادئ بتاعت تصميم المأوى من العصر الحجري؟ اكيد. العصر الحجري كان بيجمع من اللي حواليه ويبني. كان يصطاد حاجه زي الفيل اسمها الماموث، الفكر البدائي. ياخد منها، مش هيرمي، مفيش حاجه اسمها هتاخدها وتعمل بيها مأوى. واذ افاجئ سنه 2010 ناسا لما جت طرحت المسابقه اللي قلت لك عليه بتاعت 2009 دي وسلمناها في 2010، قالت لك انت عندك طرق كتير للبناء، لكن اكتر طريقه بيسموها فيزبل، يعني ايه؟ اللي هي عمليه يعني، او الطريقه الوحيده، مش اكتر طريقه، الطريقه الوحيده اللي ينفع ان احنا يكون لنا امتداد، ان احنا هنبعت روبوت. روبوت انسان آلي، مش انسان آلي، هو روبوت كلمه يعني غير كلمه الانسان آلي. انسان آلي يعني هومانويد، ده حاجه تانية. هنبعت روبوت هياخد من تربه القمر ويبني. الله، طب ما ده المبدأ الانساني اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انتوا اكتشفتوا بعد كل التقنيات والتكنولوجيا دي ان الوسيله الوحيده عشان يكون لنا تواجد في كوكب تاني على بعد ملايين الاميال، انك تاخد من نفس التربه بتاعت المكان وتعمل بيها بناء. ما هو يا دكتور اصلا هي المشكله كلها حصلت بسبب الجلوبلايزيشن. هي فكره العولمه. ان احنا بنعرف ان احنا دلوقتي نقدر نجيب خشب من اوروبا، ونقدر نجيب رخام من الصين، وسهوله وصول الحاجات ديت هي اللي خلت ان مفيش عماره ايدنتي. الغنى دي طبعا، اه. انك معاك انما معاك انت وقت. انت هتعرف تنقل خامات من هنا ما للقمر. كانش كان عارف الكيلو جرام بكام؟ بالظبط كده. 100,000 دولار. بس. ده كيلو جرام. انت عشان تعمل منشأ بقى انت عايز ايه؟ فهو فهي الحياه لما اتسهلت اه احنا مشينا في طريق اصبح فيه الغلط. رفاهيه. بس برضه ده مش صح. مم. ليه؟ انت عارف انا بدرس في الجامعه يعني، اه طبعا. في نظريات سنه اولى. اول طالب ما بيجي لنا كده ولسه ما يعرفش حاجه بنقول له بص يا ابني، انت عندك حاجه اسمها مبادئ التصميم. فيبدا يفتكر ان دي حاجه بقى تقنيه وتعالى بقى. لا لا، دي مش حاجه تقنيه، دي المفروض يكون اسس حياه، ميثاق حياه. ليه؟ في التعليم الكلاسيكي المعماري انت اسس تصميم 7 ولا 8، حاجه اسمها التوازن والتماثل، معلش انا قصص عايز كده. افهم بس حته اه مبادئ التصميم هجي لك فيها، اللي هجي لك فيها. هي جزئيه اللي هي المبادئ ازاي نطلع مثلا مباني شكلها كويس لا متصممه لا لا، كويس. اللي هي تطلع صح. امم. تطلع صح. تمام. فالتعليم الكلاسيكي المعماري انا شايف ان هو قصر جدا ومقتصر جدا على حته ضيقه قوي. والنقطه الثانيه الاهم، شايف ان مبادئ التصميم دي المفروض تعمم لكل التعليم مش بس العماره. ودي حته مهمه جدا. ليه بقى؟ عندي كلمه كده هقولها بالانجليزي وبعدين هفسرها بالعربي. Divine rules are design rules. قوانين الالهيه هي نفسها قوانين التصميم. احنا لما ربنا خلقنا على هذا الكوكب اصبحنا بنعيش بقواعد هذا الكوكب. ليه بتعجبك السماء الزرقاء وقت الغروب الاحمر، مع ان في المريخ العكس، السماء حمراء والغروب لونه ازرق؟ مم. عشان احنا اتخلقنا هنا. مين اللي قال الكلام ده؟ ناس كتير علماء. واحد منهم اسمه جيشتالت، ده معماري، مش معماري سوري، ده عالم علم نفس. قال لك نظرية التعرض المستمر. لما بتشوف حاجة لمدة طويلة عينك بتبقى دي بالنسبة لك هي مقياس الجمال. فتخيل ان احنا اتخلقنا على الكوكب ده طبقا للعلماء قال لك من 3.5 مليون سنة. فاصبحت القوانين اللي موجودة فيها هي دي اللي لازم تمشي بيها. لو مشيت عكسها بقى زي ما انت بتقول هتبدأ بقى الخلل يحصل، وتبدأ بقى المشاكل تحصل، وتبدأ كل الدنيا يعني تبوظ معاك. اتعلمنا تحت رجلك خامة خدها ابني بيها، هتبقى اكتر خامة مش مكلفة، ملائمة للطبيعة، هتريحك كل حاجة. هتروح تجيب حاجة مش بتاعة المكان وتحطها، هتفضل بقى صيانتها وتتعبك وتأثر على صحتك وتأثر على الروابط الاجتماعية وتبهدلك الدنيا. ما هو اصلا حسن فتحي كان بيقول الكلام ده مثلا في الاربعينات والخمسينات. هو اصلا مفهوم الاستدامه طلع في السبعينات والثمانينات. بعد إذنك هو طالع من 3 من كام، من 3.5 مليون سنة.
لا انا ما اقصدش، انا بتكلم الراجل ده هو ازاي حسن كان فتحي في رجع الوقت لنا الحته بتاعتنا اللي احنا فقدناها. احنا كده كده ماشيين بفطرتنا، بنعمل بيوت او مباني مستدامه، دي الفطره. مم. تمام. بس في الوقت بقى اللي حصل فيه التحول، الدنيا كلها بقت رايحه ناحيه الازاز اه والكونكريت. اه، هما شايفين ان هو ده التكنولوجيا، هي دي التطور، هي دي وكل المعماريين كانوا مبهورين بده. اه. يعني هم كانوا، الناس كلها كانت بتنتقد حسن فتحي ليه؟ لانه شايفين ان هو ده التجديد. بيقول لك بتاع فيجي هو الكلمه. يقول لي لا انتوا رايحين في 60 داهيه، فهم يروحوا في 60 داهيه ويطلعوا بقى المصطلح بتاع الاستدامه ويبداوا يرجعوا تاني. فالراجل ده هو كان شايف ايه اللي هيحصل بعد 40 و50 سنه. مم. فهو عنده هي بعد عظمه نظر. الراجل ده في فلسفته، في رؤيته، ان الناس كلها منبهره. هو قال له لا، هتلبسوا في حيط. عارف انت فكرتني بايه؟ قصه لذيذه قوي، حابب ان انا احكيها لك. طبعا الامريكان كذبوها، اه. بس انا اعتقد انها بس هي طبعا لا، يعني انا مش عارف الحقيقه صح ولا لا، بس هي انتشرت جدا جدا. وكان بيقول لك في الستينات ناسا كانت عايزه تعمل قلم بيكتب في الفضاء. اوكي. انت عارف، انت لو في طياره، مش هقول لك الفضاء، انت لو راكب طياره وجيت طلعت القلم هتلاقي الحبر بيسيل والدنيا، ليه؟ فرق الضغط. امم. مع ان جوه الطياره الضغط برضه قريب مننا. طبعا اه. لكن انت في الجاذبيه الصفريه، تعال بقى جرب تكتب القلم. بلاش يا عم، انت هنا جرب تكتب قلم حبر على حيطه، اه. بعد خطين ثلاثه هتلاقي القلم ايه؟ شحط. خلاص ما بقاش يكتب. فقعدوا يطوروا مشروع ثمنه او تكلفته تقريبا في حدود 20 مليون دولار عشان يعملوا قلم يعرف يكتب في الفضاء. امم. الروس برضو كان في وقتها في سباق حرب البرد. الحرب البارده، وعايزين يطلعوا الفضاء، وطلع الفضاء. وعلى فكره الروس شاطرين قوي في مم. الاسترونوتس روس او رواد الفضاء قال لك ايه الكلام الفاضي ده؟ كان بيكتبوا القلم رصاص. قد تكون افضل الحلول هي ابسط الحلول. امريكا بعد كده طبعا قال لك لا، دي اشاعات ومش اشاعات، الله اعلم الحقيقه فين. لكن هي الحقيقه القصه جمالها في ان انت تشوف الحكمه من وراها. قد تكون ابسط الحلول هي اقوى الحلول. طبعا. وده مبدأ الاستدامه. مم. ابسط الحلول خد من تحت رجليك وطور واعمل. طب احنا لما طلعنا القمر وطلعنا المريخ، واختبارات ناسا 2015 عملوا نماذج وبنوها من التربه المريخيه، عملوا حاجه اسمها مماثل او بالانجليزي سيميولانت. يعني عملوا تركيبه زي تربه المريخ وعملوا بيها بناء كامل. بس الحته بقى الحلوه اللي انا اتعلمتها من امريكا هرجع لك تاني فيها ايه. طب احنا مبادئنا كانت بتقول كده، لكن امريكا عندها تكنولوجيا عاليه جدا، فاستخدموا الطباعه ثلاثيه الابعاد عشان يستخدموا من التربه ويبنوا بيها. الله، هنا بقى نورت اللمبه. مم. اه لا، ده انت مش بس تتغنى بالماضي، خد من الماضي الاسس واعملها اعاده تعريف طب باللي موجود النهارده. اكيد. طب ما الطباعه الثلاثيه التكنولوجيا هترفضها هنا ترميها؟ لا. لكن الجمال كله امتى بقى؟ لما تاخد القديم اللي هو اثبت نجاحه على مدار الاف السنين، وحط بصمتك الحاليه. انت عايش سنه 2020 2025 2026، بصمتك الحاليه اللي هي التكنولوجيا اللي في ايدك. شوف الاف السنين الناس كانت بتقول ايه، وصلوا لايه، وانت كمل. ما تبداش تخترع العجله من الصفر. طبعا. ما احنا لو وصلنا له ده، على فكره حتى الكلمه الجميله قوي اللي انا بحبها دايما قال ايه؟ تراكم الخبرات، اكيد. او accumulation of experience. تراكم الخبرات يعني جيل بيسلم جيل بيسلم جيل. هو العمارة حسن فتحي دي اتعملت مثلا في سنه ولا اتنين؟ دي تراكم الاف السنين. الراجل جه اعاد اكتشافها وقال لك والله ده في قيم انتوا ليه سايبينها، ونجح. طب ان احنا لما وصلنا، لما اتزنقنا، خلينا نقول لما اتزنقنا وطلعنا القمر والناس مش عارفه، طب نتصرف ازاي؟ لقوا ان الحل يرجع تاني للحاجات دي. بس انا كنت بحب قوي لما اقعد اقرا الكتب بقى بتاع الجماعه الامريكيه دي، اضحك على نفسي. يقول لك والله ده مش عارف، ده اللي اكتشفنا ان السكك الحديديه بتاعت 1800 وبتاع دي كانت احسن بكتير من الحاليه عشان الناس كانت بتاخد حلول مستدامه. فاضحك يا جماعه، انتوا بتاخدوا حاجه بقى لها 200 سنه، ده احنا عندنا حاجات بقى لها الاف السنين، ده احنا عندنا تراكم خبرات من الاف السنين. ده انت بتتكلم على حاجه اول امبارح. مم. لا تعالى، احنا عندنا ملايين الحلول من الف سنة. لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنسيب الكلام ده وبننبهر بالجديد بس، وانت بالترند. ناسي ان انت عندك حاجه قيمه جدا. لا واحنا بنطلع بالترند، يعني مثلا طلع لي حاجه اسمها ديكونستراكشن، يعني او لا خلينا نبتدي من الاول. الازاز، ما الازاز في الاول اول ما طلع اكيد مختلف تماما عن الازاز اللي موجود دلوقتي. هيبقى مختلف تماما عن الازاز اللي موجود بعد 100 سنه. يعني هم 200 سنه قدروا يطوروا في الازاز ازاي. الكونكريت كذلك، اي حاجه بتطلع جديده لو خدت وقتها في التطور هي هتبقى كويسه جدا، لان طبيعي حاجه جديده بتظهر مشاكل بيبداوا وانت يعدلوا لسه ما مشاكل. تعرفش مشاكلها ايه. انما لما تبقى كل 10 سنين بتطلع حاجه جديده، مش هتلحق انت تطور حاجه كده او الدنيا مش هتبقى هي دي زحمه قوي معاك. مش هي دي الاتجاهات المعماريه. هو دلوقتي بدل ما كان في اساس معماري في المجتمع، وانا دايما بقول ان العماره باظت من اول ما طلع المهندس المعماري. لما بقى شغلانه وتخصص، خلاص بقى هو طالع ايه، انا عايز اعمل اللي في دماغي، انا عايز ابين الشخصيه بتاعتي.
هو انت مين عشان تبين الشخصيه بتاعتك؟ بس هو على فكره النظريات دلوقتي اتغيرت بقى، يعني دلوقتي حته الموضوع اختلف تماما. يعني الحته دي نورمان بدات تقل فوستر قوي. طبعا بره، بس لسه عندنا في مصر، وعندنا بزياده وفي قوي العالم في والله مصر. كله في بعض المعماريين ما زالت شخصيتهم هي اللي بتطغى، وللاسف الشديد بتطغى على احتياجات المجتمع، وده الغلط. نورمان فوستر دلوقتي، يعني شوف نورمان فوستر اول ما بدأ وشوف شغله دلوقتي، الموضوع مختلف تماما. جون نوفل، وزي حديد، زاع حديد، 3 انا مراحل بشوف ان هي لا، هي عنيفه ليها جدا. بصمتها، بس اعتقد مكتب زاع حديد المكتب لما زي حديد نفسها صح. لما هي توفت الموضوع اختلف تماما. انا حسيت ان هي في هي اواخر ايام الله يرحمها يعني كانت بدات تدخل بقى في حته الاستدامه حصل دي بقوه. لكن انا اقدر اقول ان يعني زي حديد لو هناخدها كمثال، هي مرت ب3 تحولات عنيفه في الايديولوجيا او في الايديولوجيا الفكريه بتاعتها. بدات بطريقه، حصل تطور مع ظهور الكمبيوتر وتكنولوجيا الحاسب الآلي، وبعد كده لما الموضوع طور ومفاهيم الاستدامه اصبحت هي الاهم، يعني حصل تطور، وده ده شيء صحي. الانسان بيتعلم وده طبيعي جدا جدا. الانسان مش لازم يكون عنيد في اي تخصص في الدنيا. ده اكيد. وتتبع سيره اي معماري من رواد العماره كلهم بدأ، لان انت خلي بالك احنا مشكلتنا مش في العماره، عارف مشكلتنا فيه؟ في العصر اللي احنا اتولدنا فيه اتخلقنا فيه. احنا مرينا بمراحل عنيفه جدا في التطور، عنيفه بمعنى كلمه. انت الثوره الزراعيه 35,000 سنه ولا 36,000 سنه حاجه كده، يعني من آلاف السنين. والثوره الزراعيه كانت سبب استقرار الناس. قبلها كانت الناس بتنزل تصطاد ويدور على شجره فيها تفاح هنا ولا بطاطس هنا ويقعد ياكل. لكن لما اكتشف انه ممكن يزرع، قعد راح يدور لك على اي مصدر ميه، نهر ولا بحيره ولا بتاع، وراح بدأ يعمل لك مزرعه. اكتشف المزرعه كبيره، الناس هتطمع فيه، عمل سور. الناس بدأت تلاقي ان في بتاع، طب هنيجي نقعد جنبك نعمل زيك. بدأت تتكون مجتمع كبر، عمل قريه في بتاع، نحمي نفسنا. طب مين الناس الشديده في القريه دي؟ يبقى هم دول الحراس، وهنا تكون الجيش. طب حصلت خلافات بيننا، نعمل ايه؟ طب نعمل نظام اداري ونظام حكم. وبدات تتكون حضاره 35,000 سنه. مرت الاف السنين واحنا بنفس طبع الحياه ده. جينا في 250 ولا 300 سنه الثوره الصناعيه الاولى، ما يعرف باسم الماس برودكشن او الانتاج الكمي. وظهرت الطباعه، بدل ما كانت الناس بتكتب بايديها الكتب، لا ده ممكن اطبع 1000 نسخه. وظهرت حاجات وميكنه البخاريه. حصل لنا تحول تاني تام، اختلفنا تماما. ومرت السنين لحد ما ظهرت من 30 سنة، لا مش 30 سنة يا رب، كام؟ يمكن 100 سنة ولا 150 سنة، الثورة الصناعية التانية، كهرباء. غيرت كل حاجة في حياتنا. ومن 30 35 سنة الثورة الصناعية اللي بعدها ثورة الاتصالات، الإنترنت. وحياتنا كلها اختلفت بعدها. أنت خدت بالك بس الثورة الصناعية النهاردة اللي احنا دلوقتي بنمر بيها ثورة الذكاء الذكاء الاصطناعي. الاصطناعي لسه كنت هقول بس لحضرتك. بس سيبك من الكلام ده كله، تعال نبص على الريتم من آلاف السنين، بعدين 250 سنة، بعدين 70 سنة، بعدين 25 سنة، 30 سنة، وبعدين 3 4 سنين. بص على الذكاء الاصطناعي سنة 2022 والنهارده. انت خدت بالك من التسارع؟ طبعا. احنا بقى من الجيل اللي طالع، انا عشت حياتي ما كانش فيه تليفون. كان بيت ابويا وامي يعني ما عندهمش تليفون ارضي، كلنا بنتخانق عليه. النهارده انت كمية الاتصالات الموجودة والانترنت والذكاء الاصطناعي، فالتحول العنيف ده جدا خلى كل حاجة في الحياة تختلف. وكل حاجة فعلا ايديولوجيات عنيفة جدا، الناس بتختلف في طريقة تفكيرها. فطبيعي انك تتولد او تعيش بطريقة، وبعدين تكتشف انك محتاج تغير طريقة تفكيرك بالكامل. واصبح كل يوم والتاني هتضطر انك تعيد نفسك وتعيد تفكيرك بالكامل. العلماء بيتخيلوا بقى، بص المصيبة، مش هنقول مصيبة، خلينا ايه متفائلين. بص التحول العنيف هيوصل لفين. بيل جيتس قال لك كلمة حلوة قوي، انا سمعت الكلمة دي سنة 2003، يعني من 23 سنة. 23 سنة، بص من امتى؟ قال لك التطور التكنولوجي اللي حصل في اخر سنة، يعني من 2002 ل 2003، يساوي التطور التكنولوجي اللي حصل في اخر 10 سنين، يعني من سنة 2003 ل 93 مثلا. واللي حصل في اخر 10 سنين يساوي التطور اللي حصل في اخر 100 سنة. واللي حصل في اخر 100 سنة يساوي كل اللي حصل في تاريخ البشرية. طب النهارده اقدر اقول ايه بقى؟ العلماء، وده احنا بدينا نشوف الكلام ده دلوقتي، العلماء قال لك ده انت هتوصل لمرحله التطور التكنولوجي اللي هيحصل الصبح، على الظهر او العصر هيكون حاجه قديمه الناس بطلت تستخدمها. على بالليل هتكون حاجات جديده، الحاجات اللي ظهرت في العصر في نفس اليوم، خلي بالك بتكلم في نفس النهار. الصبح حاجه، تيجي في نص النهار على العصر كده خلاص بطلت تستخدم الحاجات بتاعت الصبح، بقيت بتستخدم حاجات تانية. وبالليل بقت حاجات تكنولوجيا جديده، الناس هتبطل اللي هي اكتشفوه في العصر في نهار واحد. طب في بني ادم يقدر يواكب التطور ده؟ مستحيل، عقلنا نفسه ما يفهموش. قال لك مش لازم، المكنه هي اللي هتتطور، الروبوت والماكينات وفعلا ده اللي احنا بنشهده النهارده. احنا النهارده بنشهد، انا كل اسبوع تقريبا، اسبوع يمكن كل 3 ايام، بشوف ايه اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي، واكتشف ان في ادوات جديده محتاجه تتذاكر، واللي فات ده خلاص الناس بطلته. كل 3 4 ايام، لو هنوسع يا سيدي المده كل اسبوع.
عمليه مرهقه جدا. فتوقع يعني 3 4 سنين من دلوقتي انا اعتقد والله اعلم ان شكل الحياه تختلف بالكامل. مم. 3 4 سنين فعلا يعني. ده لان ربنا كتب لنا عمر وشفنا اليوم ده هنبقى في حته تانيه. طب انا عايز ارجع تاني لعمارة الفضاء، اوكي، او عمارة البيئات القاسية. ايه المواصفات بتاعتها؟ على حسب انت اول حاجه لازم تحلل ايه يعني ليه هي قاسيه. مم. ايه اللي ناقص معاك؟ طب تعال نشوف كده. احنا النهارده عايشين في الارض، بناكل وبنشرب، في احتياجات انسان. في عالم حلو قوي الراجل ده، يعني انا بعتبره حاجه مهمه قوي، اسمه ماسلو. ماسلو ده عمل لك حاجه اسمها هرم الاحتياجات الاحتياجات الانسانيه. الإنسانية. جميله قوي دي. بدا كده ايه باول 4 اساسيات: الاكل والشرب شرب. والنفس، عيشنا، مم. والتزاوج عشان المجتمع يعيش مش الفرد. انت محتاج اول 3 عشان الفرد يعيش، والرابعه دي عشان المجتمع يكمل. لحد ما وصل لقمه الهرم اللي هي ايه، انت ايه بقى، انت عايز تبقى ايه في الدنيا؟ البشر. حققت نفسك، اللي بيسموه سيلف اكشواليزيشن، اوكي. حققت نفسك. نيجي بقى كده في عمارة البيئات القاسية، انت بتتكلم على الايه، على القاعدة. عايزين ناكل ونشرب ونعيش والمجتمع يكمل ما ينقرضش. طب انت محتاج ايه؟ محتاج اكل، محتاج ايه، محتاج شرب. النهارده انت محتاج حاجات تانية زيادة، زي كهرباء. حد يقدر يعيش من غير كهرباء؟ محتاج انترنت. الامم المتحدة بتقول لك من حقوق الانسان يكون معاك انترنت. ده النهارده. مم. لكن من 30 سنة ما كانتش موجودة، فاحتياجاتنا بدأت تزيد. طب عشان تحقق الكلام ده، طب انت عايش على الارض الاول، تمام. ايه مشكلتك؟ مفيش بنية اساسية، او البنية الاساسية لا سمح الله في حرب ولا بتاع اتضربت، يعني مفيش ميه هتوصل لك. طب هنشرب منين؟ ادي بيئه قاسيه، مم. لان مصدر من مصادر الحياه اختفى. سلاسل الامداد والتوريد حصل لها لا قدر الله اي مشكله، ما قفلوا بقاش، مضيق ما فيش هرمز. اكل لا مثلا. على فكره ده بروفه صغيره جدا يعني. الحمد لله ان احنا مش في تهديد هنجيلها وجودي. دي، هنجيلها، اوكي. ربنا يسلم ويستر يا رب ما نجيلها اوكي. ان بس اللي شاء انا الله. اقصده دلوقتي، اوكي، فاحنا دلوقتي بنعرف، احنا البيئه دلوقتي القاسيه. احنا بنصمم مبنى بمحددات مختلفة تماما عن اللي احنا عارفينها. اه طبعا. اه طبعا. لحد ما تصل لاقصى بقى، اقصى حاجه بقى ايه، ما عندكش اكسجين، ما عندكش جاذبيه. على فكره الجاذبيه من الحاجات المهمه عشان طبعا الانسان اكيد. يعيش. اه. يعني انت كل شهر بدون جاذبية بتفقد من 1.2 لواحد ونص من كتلة العظام، عظامك بتخف. مم. ده معناه ان اي خبطة كده تلاقي لا سمح الله ايدك اتكسرت، ولا القلب بيتضخم وشكله بيتغير، المورفولوجي بتاعته بتتغير، عينك بتضعف، كل حاجة. عدم وجود جاذبية بيقتل الانسان ببطء. طب انت في الفضاء لا في جاذبية ولا في اكسجين ولا في، وعندك بقى مشاكل تانية، عندك اشعاعات قاتلة. تعال ناخد مثال حلو قوي من الحاجات اللي انا يعني كنت مذهول لما عرفتها. وانا من ضمن القراءات اللي كنت بقراها، كنت بصمم حاجه في المريخ برضو كده، مستعمره كده في المريخ ووحده. فكان من الحتت الجميله اللي ممكن تنشئ بيها مستعمره، قال لك خط الاستواء المريخي. طب ليه يا جماعه؟ درجه الحراره في حدود 21. طب يعني ده 21 درجه مئويه، ده جميل قوي قوي، ده زينا يعني. فايه قلنا بس كده، لحد ما قرات كده مقاله علميه، وبعدين اتحققت ان هو طلعت صح فعلا، اكتر من عالم من العلماء، اكتر من وكاله. قالت لك صح، انت نظريا درجه الحراره 21 اللي هي في مستوى الروح الانسانيه. مستوى الروح الانسانيه اعتقد من 21 ل 23 حاجه زي كده، دي اللي الانسان بيكون مرتاح فيها بصوره مثاليه. بس لو مديت ايدك بدون ما تبقى متغطيه ببدله الفضاء دي، حطيتها كده في الطقس المريخ العادي، الدم يغلي جوه ايديك. ليه؟ مش درجه الحراره 21؟ اه بس الدم يغلي جوه ايديك ليه بقى؟ لان الضغط الجوي في المريخ 1/10 من الضغط الجوي بتاع الارض. وهنا اول مره اكتشف ان العلم برضه داخل في الحته دي. مم. يعني اي حد اللي بيسمعنا لو هو عالم او مهندس او بتاع فاهم الحته دي، بس انا ما كنتش فاهم ايه القصه دي. قال لك لما الضغط بيقل جدا جدا، السوائل بتغلي في درجه حراره كمان اقل بكتير. احنا الضغط بتاعنا الارض درجه الغليان عند كام؟ ايه. عند 100. الميه بتغلي في 100 وماشي. لكن في المريخ عشان الضغط واطي جدا، درجه المياه السوائل تغلي درجه 21. وجسم الانسان 80% منه سوائل. دي بيئه قاسيه. شفت فرق صغير جدا بس بيئه قاسيه. مم. طب القمر لابس بدله الفضاء والضغط تمام والدنيا تمام ودرجه الحراره جوه بدله الفضاء دي. على فكره دي مركبه فضائيه مش صغيره، متكلف ممكن توصل تكلفتها في انواع كتير، بس ممكن توصل تكلفتها 20 مليون دولار بتاعت البدله دي. البدلة بس. بدله بس يعني حاجه، انت فعلا ماشي جوه مركبه فضاء صغيره. وده طبعا انا من الناس، على فكره انا بشتغل في عماره الفضاء صح، بس انا من الناس اللي بقول لك ما ينفعش الانسان يعيش في الفضاء. مم. والكلام ده مع احترامي طبعا لكل الاراء، وقلت في اكتر من اجتماع واكتر من مكان، يا جماعه جسمنا مش مخلوق للفضاء لمليون سبب. بس من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها، انا ليه بشتغل طب في الحته دي؟
لان ارجع تاني للمثل اللي قلت لك عليه، صوب الى النجم قد تصيب المئذنه. لو عندي العلم الكافي ان انا اشتغل في الفضاء، يبقى ده ممكن احل مشاكل كتير جدا على الارض. حروب بقى، زلازل، براكين، ارتفاع، فيضانات، حضرتك بتشتغل على الاكستريم علشان خاطر عشان العلم ده توصل للعلم بشكل معين. واطبقه هنا. واعتقد اغلب في حاجات كتير قوي بنستخدمها في حياتنا دلوقتي هي كانوا اصلا عاملينها للفضاء زمان. حلو قوي الحته اللي انت جبتها دي. اه. في مفهومين كده، حاجه اسمها السبين اوف والسبين ان. انا طبعا هندردش فيهم. ايه السبين اوف وايه الكلام ده؟ تكنولوجيات كتيره جدا جدا مصممه للفضاء، لكنها اصبحت متاحه وبالعكس بتنزل لاستخداماتنا هنا. عارف انت الجماعه بتوع اطفاء الحريق، مكافحه الحريق، عندهم بطاطين كده عازله للحراره، مم. وحتى البدل بتاعتهم فيها متبطنه بطبقات عازله للحراره. دي كانت في الاساس لبدل رواد الفضاء، عشان درجه الحراره قاسيه جدا في الفضاء. لكن التكنولوجيا لما اثبتت نجاحها نزلناها عندنا. مم. طب الميموري فوم، اه. مخدات الميموري فوم، مراتب والكلام اللي ده اصلا مالية. كانت للفضاء، وتكنولوجيا بقت هنا. بدون مبالغه 50% 45% من بيوتنا تكنولوجيات في الاساس معموله للفضاء. الانتي سكراتش سكرين اللي هي الشاشات غير قابله للخدش، سواء على التليفونات ولا بتاعه الفضاء. لمبات ال دي عشان استهلاك الطاقه فيها قليل، كانت في الاساس للفضاء. الميكروويف كان في الاساس للفضاء، عشان الناس تعرف تسخن الاكل باستخدام الكهرباء، عشان الكهرباء هي مصدر الطاقه الموجود. مم. احلم، اللي عايز يشوفها يقدر بس يكتب على الجوجل ناسا سبين اوف، هيطلع لك لسته طويله جدا جدا، طبعا لن يتسع يعني الذكرى. مم. طب عكسها بقى، تكنولوجيات في الارض هنا لكن فادتنا في الفضاء، دي بقى اللي بيسموها السبين ان. ابسط مثال كنت بشرح لك علم دردش فيه من شويه، بتاعت حسن فتحي مم. لما قال لي ابني مما تحت قدميك. ده المبدا اللي ناسا استخدمته عشان تبني من تربه القمر في حاجه اسمها النوع الثالث من عماره الفضاء. مم. انت في عندك حاجه اسمها النوع الاول والثاني والثالث، في تصنيفات كتير، بس التصنيف ده اكتر تصنيف بتاع 97 اللي الناس شغاله عليه. مم. النوع الثالث اللي هو ارقى نوع، ارقى نوع، والاكتر نوع مستدام. يعني النوع الاول انت هتعيش شويه كده وبعدين لازم ترجع، اقل من 6 شهور ما ينفعش تستنى عشان كميه الاشعاعات والقصص دي. النوع الثالث ده لا، انت مكمل. اكتشفوا ان دي اساسا حاجه احنا بنعملها من الاف السنين هنا في الارض، اهو ده سبين ان، حاجه خدتها من هنا هتفيدك في الفضاء. فهي العلاقه، انا بشوف الحقيقه ان الفضاء والارض هي يعني وجهين لعمله واحده. ما الانسان هو انت في الهدف، هدف القصه دي من الاول وفي الاخر ايه؟ مش راحه الانسان، التقدم الانساني، رفاهيه الانسان. طيب ده اللي احنا بنعمله. فماشي، برضه حضرتك كنت كلمتني قبل كده عن بيوت حضرتك مصممها، هي بلاش اقول ان هي سستينبل، هي مكتفيه ذاتيا تماما، وعملتها في اكتر من مسابقه وعملتها في اكتر من مكان. فانا عايز اسمع من حضرتك اكتر البيوت دي بتشتغل ازاي، ايه المبادئ التصميميه بتاعتها، ايه الحاجات اللي حضرتك اعتمدتها علشان تطلع بيت مكتفي ذاتيا. انا هبدا لك بالقصه دي، الموضوع ده بدا ازاي مم. وبعد كده انتهى ازاي، لان احنا بنتكلم على مده زمنيه 14 سنه. اوكي. يعني القصه كلها بدات في 2000 و2010 ب 16 سنه. حضرتك شغال على ده. اه اه. القصه كلها بدات لما جالي عميل كان صاحب شركه استثمار عقاري، وقال لي انا عايز اعمل كومباوند كده صغير ونعمل فيها فيلات حلوه وبتاع. قلت له طيب طلبات سيادتك ايه؟ قال لي عايزين كذا وكذا ونعمل 3 وحدات عشان نعرف نبيع. قلت له تمام. خلصنا الاجتماع تمام. قال لي بس انا نسيت اقول لك على حاجه. نعم يا فندم اتفضل. قال لي مفيش كهرباء. قلت له يعني ايه؟ قال لي مفيش كابلات كهرباء. قلت له انت دلوقتي جاي تفتكر يعني؟ طب ايه؟ قال لي لا احنا هنصمم وربنا يسهل وبعدين نبقى نمد كهرباء. طب انت متوقع قريب؟ قال لي لا. طب انت هتبني في الصحراء ومفيش كهرباء، طب في حاجه تانية عايز تقول لي عليها؟ قال لي اه. ايه؟ مفيش ميه، يعني مفيش شبكات ميه ولا صرف. طب انت هتعمل ايه؟ قال لي هنحط بيارات وهنعمل كذا. لقيتها قعدت افكر، طب انا يعني اضحك على الراجل واصمم له حاجه حلوه والناس تشتري؟ لا ما ينفعش الكلام ده. ودي كانت فعلا البدايه. قلت طب ما يبقى محتاجين نفكر في بقى طريقه جديده. وقتها كانت في مفاهيم بقى بدات تطلع في الوقت ديت، يعني حاجه اسمها المباني صفريه الطاقه. اوكي. يا جماعه تتعمل ازاي صفريه الطاقه دي؟ يعني ايه صفريه الطاقه؟ يعني مش محتاجه كابلات كهرباء، ممكن هي تقوم بذاتها بتوليد الطاقه بتاعتها. طب ايه المطلوب؟ الواح شمسيه. عملت شويه حسابات كده وجبت الشركات وقعدت افكر. قلت له طب بص انا عندي اقتراح ليك. قال لي خير. قلت له تيجي نصمم بطريقه جديده، تفكر بطريقه جديده تماما. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له انت ممكن مش بس تبيع، انت ممكن تسكن الناس. انت محتاج ايه؟ ميه، صرف، كهرباء، الناس تعيش. قال لي صح. قلت له طب انا عملت شويه حسابات كده ولقيت الفيلا اللي بنعملها في حدود 4 افراد ل5 افراد يحتاجها قد كده من الكهرباء، يبقى احنا محتاجين وقتها الواح شمسيه قد كده. انا شايف ان السطح ده يغطي المساحه كل فيلا. قال لي الكلام ده يتعمل؟ قلت له تكلفه مبدئيه عاليه، بس بعد كده على المدى الطويل
تكلفتها اقل، والاهم من كده هتعرف تبيع النهارده. قال لي بس دي هتكلفنا شويه. قلت له تكلف، ما انت حضرتك عامل فيلات فاخره. طب ما تيجي نغير المفاهيم. الراجل اعجب فعلا بالموضوع، وبدانا نتكلم في الحته دي كده. بعد كده جيت فكرت، طب الموضوع ده فعلا طالما حل ازمه، طب ليه ما يتحولش لورقه علميه واشارك الحل ده مع المجتمع العلمي؟ وتصادف في الوقت ده ان كان اعلنوا عن جائزه حسن فتحي للعماره. فقلت بس الموضوع ده محتاج يتحط له فريم ورك كده او اطار نظري حلو، ونبدا نشتغل فيه. وحطيته فعلا وبدات اسلمه. وعلى فكره كانت اسماء الفراغات من جوه، ما عنديش ليفنج روم وصالون، ما فيش الكلام ده. كان في حاجه اسمها السلام لك والمقعد والمجاز. رجعت البيت السحيمي الاصلي مم. وسميته بيت السحيمي 2011. ودي كانت قصه بيت السحيمي. ده كانت تصميم لفيلا حديثه عصريه، لكنها تتبع الاسس التصميميه القديمه بتطوير حديث. وده كان دايما مبدئي. ايه الاسس التصميميه الحديثه؟ في الوقت ده بيت السحيمي في القرن ال 15 اتذكر بدأ في العصر المملوكي، انتهى في العثماني على مدار 100 120 سنه حاجه زي كده، اتباع لاكتر من حد يعني. الناس كان عندها مبادئ تصميميه، بس ما كانوش بيسموها مبادئ تصميميه، كانوا بيسموها في الوقت ده فقه العمران. قريتها كده وعملت بحث كده وقعدت اقرا الكتاب بتاع دكتور خالد عزب فقه العمران، وكتب تانية مش عارف عمارة الارض بتاع. طلعت 11 اسس تصميميه بس بالمبادئ الفقهيه. وانا مش خبير في الفقه الحقيقه، أنا مش هضحك على حد يعني. انا رحت سالت اهل العلم يعني ايه الكلام ده يا جماعه. أه هحاول ان انا اقول باللي انا اعرفه بقى علشان انا مش بس حاجه اسمها الحفظ من كشف الضرر، اعتقد اللي احنا النهارده بنترجمه بالخصوصيه. حاجه اسمها القصد في المشي، اللي احنا النهارده بنسميها انك قرب العلاقات الوظيفيه عشان الناس ما تمشيش كتير. يعني لو المطبخ يبقى جنبه اوضه السفره، ما تبقاش دي في حته ودي في حته، الناس تفضل متمشوره جوه. ده كانوا زمان بيسموها القصد في المشي. اللي هو ايه؟ كانوا زمان بيقول لك حاجه اسمها سلامه الماء والهواء، عشان لو ما كانش فيه هواء بيدخل ممكن لا سمح الله يجيب لهم السل. فاللي احنا النهارده بنسميها الفنتيليشن والتهويه الكلام اللي احنا النهارده بنقوله. بص الناس كانت من 500 سنه حاطه اسس. قلت طب ما الكلام ده تمام قوي. من ضمن بقى الحاجات الحلوه قوي عماره الارض. ايه عماره الارض ده؟ انك ما تضرش الارض. الله، ده احنا النهارده بنتكلم على التلوث ومشكله التلوث وحاجه اسمها البصمه الكربونيه. الناس كانت زمان طبعا ما كانش فيه المصايب اللي عندنا النهارده دي، مم. الخرسانه الملوثه اللي بيها الكلام ده كله ما كانش موجود. بس حتى الناس دي كان ايه؟ قال لك عماره الارض ما تفسدش الارض. لو عندك بير ما تلوثوش، لو عندك مش عارف ما تبوظوش. فقلت طب احنا كده يبقى احنا كده ماشيين تمام. تعالى بقى النهارده نطور او نشوف احنا مشاكلنا ايه بنفس هذه المبادئ. فمن هنا طلعت بقى فكره الاستدامه او بدايه فكره مباني صفريه الطاقه وصفر الكربون. يعني بتحاول ان انت ما تستهلكش حاجه تزود الانبعاثات الكربونيه. مم. ده كان الكلام ده فين؟ في 2010. ربنا اكرمني الحمد لله، حصلت على جائزه حسن فتحي. وبعد كده مرت السنوات والموضوع بيتطور. كل كذا سنه اعمل ابحاث. نشرت ورقه في هونج كونج في مؤتمر، ونشرت ورقه تانية كانت في مجله علميه، تصنيف اعلى، تصنيف كيو 1 الحمد لله ربنا اكرم فيها وكذا. وبعدين جيت الجيل التاني والتالت لحد ما وصلت للجيل الاخير كان 2021. كان في كايرو كونستراكشن ويك، الحمد لله كنت حصلت برضه على جايزه فيها. المفهوم وقتها بقى تطور اكتر. قلت بس مش لازم تكون بس صفريه الطاقه. طب ما احنا ممكن نأمن بعض الغذاء مثلا. يعني احنا زمان كانت الناس عندنا حتى بنشوف في الافلام يحط لك يربي شويه فراخ، يربي مش عارف ايه على السطح، والناس تقول لك يا ده حاجه بص شعبيه ده بيه ده ده, قوي. ده عين العقل. ده عين العقل ان انت تأمن جزء من غذائك. طب النهارده في مفاهيم عصريه. سمعت عن حاجه اسمها هيدروبونكس؟ شركه ايكيا بتبيع كده اللي وحدات صغيره كده تحطها تزرع في المطبخ فيها. تزرع فيها. طب احنا النهارده عندنا حاجه اسمها اوضه مطبخ، صح؟ هل مثلا من 500 600 سنه كان في حاجه اسمها اوضه مطبخ؟ بلاش يا سيدي. احنا عندنا حمامات في بيوتنا. من 700 800 سنه كان في حاجه اسمها حمام في البيت؟ ما كانش فيه. مم. ده معناه ان المسكن بيتطور، صح؟ مظبوط. طب احنا تعالى نبص بقى للمستقبل. ليه ما يبقاش في حاجه اسمها اوضه الهيدروبونيك، اوضه المزرعه ملحقه بالمطبخ، تزرع فيها شويه الحاجات اللي انت عايز تزرعها. هتأمن يا سيدي. انا وقتها طبعا في الحسابات انا ده بمشي بالكالكوليشن، الناس لسعوني جامد فمن ساعتها بقيت ماشي بالورقه والقلم. اوكي. طب ما تيجي نحسب، لقيت ان ممكن تأمن على الاقل 31% من غذائك. مزرعه صغيره. في بيت السحيمي كنت عاملها على السطح، بس ظهرت بعد كده حاجه اسمها البعد البيئي، اللي هي الطيور يعني هتنزل تاكل شويه الزرع ده وتبوظها وممكن يطلع لك فار ياكل حاجات كده يعني. فبعد كده لقيت لا تعالى نمشي من الفضاء، ناخد حاجه بقى سبين اوف، حاجه من الفضاء. كانوا بيعملوا ايه؟ بيحطوا برضه مزارع داخليه كده ولما ينوروها بلمبات ليد. فعملت حاجه زي كده. طب وبالنسبه للميه دي هتعملها ازاي بقى دي؟ واكتشفت ان في بعض القبائل في افريقيا عملوا اختراع وعملوا زيه في قبائل امريكا الجنوبيه في بيرو. حاجه كانت مذهله يعني، كلام بربع جنيه يعني.
حطوا لك ستاره وقت الضباب الصبح، شويه الندى ده وشويه الشبوره دي، يكثف الميه يلموها تحت ويفلتروها بحاجه اسمها فلتر كربوني، بكلام فاضي يعني. واصبح عندهم 25 جالون ميه كل يوم، القريه كلها بتشرب منها. والمشروع لو حد حابب يقرا عنه اسمه الواركا تري، شجره الوركه دي. شجره ده طبعا حاجه رمزيه لشجره مشروع عندهم. اللي صمم لهم الموضوع ده كان معماري ايطالي، وعمل مشروع في غايه الابداع، بدون كهرباء بدون اي حاجه، شويه ستاير فايبر. واكتشفت ان في بيرو وعلى جبال بيرو بيعملوا نفس القصه. الله، ده طب ممكن تعملها، اساليب رخيصه مش غاليه، بس طالما انت ممكن تامن برضه جزء كبير من الميه اللي موجوده. وبعدين اكتشفت بقى ان في ناس اخذت مبادرات ابعد من كده، وبدات براءات اختراع تطلع بقى. ناس عامله حاجه زي المكيف، حطوه في قلب الصحراء كده في الهواء. ايه بقى ده بيعمل ايه؟ مش بيكيف طبعا هواء يعني، ياخد الهواء يحطه على يعني بشفاط او بمروحه، يعرضه على الستاير دي داخليا، يكثف الميه يطلع الهواء جاف. الله، طبعا في حلول يعني. فممكن تأمن جزء من الميه، وممكن تأمن جزء من الغذاء. ليه المسكن بتاعنا ما هو اسمه مسكن يعني في سكينه؟ احنا بنشوف المسكن الحالي، طب ما عندناش رؤيه للمستقبل؟ دايما لما بنقول لك تعال نصمم مسكن المستقبل، ناس بتقعد تتصور ان في روبوتات طالعه تجري في البيت يمين وشمال، وحاجات بتنور وتطفي، ومفيش باب الحيطه تتفتح. خيال علمي. لكن ممكن تكون عماره المستقبل هي ابسط عماره واكتر عماره مفيده للانسان، زي ما حسن فتحي كان بيقول في وقتها. طب هنا بقى كان اللي هو انا سميته بعد كده مشروع فناء. مشروع فناء ده رحت درست كده شويه الحاجات اللي عندنا في مصر، لقيت في حاجه اسمها برج الحمام. طب ما تيجي نعمل برج حمام. وبعد كده محتاج الهيدروبونكس او الزراعه الداخليه. عملت حاجه اسمها بطاريه البيت. بطاريه البيت عباره عن حاجه زي البطاريه كده، فيها جزء برج حمام يعني بروتين، فيها جزء تاني للزراعات، يبقى منت جزء من الاتنين دول. لو الدنيا مطرت ممكن تجمع الميه، لكن احنا بلد ما فيهاش امطار كتير، لكن فيها ممكن ضباب الصبح. كنت بصمم في الفيوم بالمناسبه البيت ده يعني. مم. فرحت كده جبت تقارير الامم المتحده، تقارير مناخيه، نسبه الضباب قد ايه، نسبه الرطوبه. معماريين كتير ما بيبصوش على حته الرطوبه لانها في غايه الاهميه. المهم العلم يعني نور والله. جميله رطوبه يعني حلوه، ترطب على الواحد يعني. فبديت اعمل شويه حسابات كده، ولقيت الناس اللي شغاله. جبت بقى اوراق علميه، اتعلمت بقى الدرس، مم. جبت اوراق علميه، اكتشفت ان الاوراق العلميه ممكن تبقى مهمه في عمليه التصميم العادي. وبديت انادي بحاجه اسمها البيت او الاسكان غير المركزي، decentralized housing. يعني ايه بقى الحته دي؟ الكلمه دي علميا لسه ما دققتش فيها عشان برضه ما حدش ياخدها عليا، بس ده المفهوم اللي انا بحاول دلوقتي ان انا استكشفه. ان هو ما تبقاش معتمده بصوره اساسيه على كل البنيه الاساسيه. انت البنيه الاساسيه لو انهارت، الناس دي كلها هتعيش ازاي؟ مشكله. طب ما تيجي نحاول ان احنا نقلل اعتمادنا على البنيه الاساسيه. وتصادف بقى يا مؤمن في الوقت ده ان تظهر ازمه كورونا، ونقعد اوكي. في بيوتنا، وسلاسل التوريد والامداد فعلا يحصل لها مشاكل، والاسعار الغذاء تعلى، والناس بقت خايفه من المستقبل. طب احنا هناكل هنشرب، طب احنا هنموت. طب يا جماعه اهدوا شويه. وقتها فعلا الوقت ده كلنا كنا قاعدين في ما يعرف باسم اللوك داون، صح؟ قاعدين مم. في بيوتنا. ده كان اجمل وقت بالنسبه لي، ده انا طلعت فيه كميه مشاريع. كل ده اه والله. بداية القراية دي كانت وقت والعلمة كانت الكورونا. ملهمة جدا يعني. فعلا انت لأول مرة في تاريخنا الناس تدرك ان فعلا في حاجة اسمها تهديد وجودي، وده ممكن فعلا يهدد ناس كتير. بس اللي هو علميا ما يعتبرش تهديد وجودي، لان الحمد لله كان مقياسه صغير قوي قوي، الحمد لله من رحمة ربنا يعني. لكن احنا محتاجين حلول. طبعا الناس نسيت كل الكلام ده بعد ما خلصت الأزمة، لكن انا ما نسيتش القصة دي. وبديت بعد كده اشوف لا، ده انت محتاج فعلا تفكر بطريقة مختلفة تماما. المسكن ممكن يكون هو الداعم للحياة. الفكرة بقى دي جت منين؟ من عمارة الفضاء. لان عماره الفضاء انت مش بتصمم بس مطبخ واوضه نوم، ده انت في عماره الفضاء لازم حاجه تصمم اسمها اللايف سبورت سيستم، فراغ داعم للحياه. فمفاهيم عماره الفضاء داعم للحياه يعني 5 حاجات: مكان يطلع لك اكسجين، يطلع لك غذاء، يعمل حاجه اسمها اعاده تدوير للميه او يطلع لك يعني انتاج للميه، يحافظ لك على درجه الحراره اللي انت تقدر تعيش فيها، ويحافظ لك على الضغط اللي انت تقدر تعيش فيه. دي ال5 حاجات اللي موجوده حتى في محطه الفضاء الدوليه، ده اسمها وحده دعم الحياه. طب احنا هنا في عمارة الأرض، ما احنا لازم برضه نفكر بصورة مختلفة. احنا التطور هيجي ازاي لما تحاول تكتشف حتت جديدة محدش فكر فيها ومحتاجينها؟ يعني هتحل مشكلة، هتحل أزمة. فمن هنا بديت أفكر، طب ما ممكن فعلا المسكن يتطور. المسكن أيام العصر الحجري الأول كان المسكن بتاعنا هو نفس الشكل، ده حتة مأوى من شوية عظام وجلود، أوضة واحدة الناس كلها بتتجمع فيها وخلاص.
لكن مسكن النهارده انت بديت تحط فيه مقدار من الرفاهيه اعلى. لكن انا شايف ان الرفاهيه دي طبعا هي رفاهيه صحيه، يعني لازم يبقى في حمام عشان تعرف تدخل حمام، مطبخ عشان تعرف تعد الطعام، مكان تنام فيه غير المكان اللي انت هتعيش فيه عشان ده يبقى كده. في المسكن بتاع 2021 اللي هو اخر واحد بقى، عملت حاجه اسمها الاوضه الفاضيه. الاوضه الفاضيه دي يعني ايه؟ يعني انت عايز منها ايه؟ عايزها ليفنج روم، اوضه معيشه، حطيت كم دواليب، وحدات موديوليه، وسهله الفك والتركيب. عايز تلعب شويه رياضه، تقدر تلعب. عايز تقعد تصور بودكاست حلو زي اللي احنا قاعدين فيه، يبقى هي اوضه فليكسبل مرنه، بتتحمل ان البرنامج يكون حاجه اسمها برنامج مفتوح. البرنامج بالمناسبه برضه عشان الناس الغير متخصصه، هو لستة او قائمه الفراغات المعماريه: مم. اوضه نوم، اوضه مطبخ، اوضه حمام، اوضه ليفنج. لكن فكره البرنامج المفتوح في حاجه اسمها الاوضه الفاضيه. وقت اللوك داون بتاع الكورونا عملت حاجه اسمها اوضه التواصل الاجتماعي او اوضه الزوم. اوضه فاضيه تماما، الحيطه عباره عن شاشه كبيره، انت قاعد بتتواصل مع عائلات تانية، عيلتك في حتة تانية، كلنا قاعدين مع بعض، مش قاعدين على شاشة، لكن أوضة زي أوضة المعيشة اسمها أوضة التواصل عن بعد. حتة في ار صغيرة كده، يعني اللي هو الفيرتشوال رياليتي، اللي هو الواقع الافتراضي. انت قاعد شايف الناس هم قاعدين في الكنبه بتاعتهم، وانت في الكنبه بتاعك عن طريق حائط، ده الفاصل بينك وبينهم. ولقيت في دراسات كتير ان بيقول اجتماعيا ده بيحسسك يعني باحسن يعني. مم. بدل ما انت قاعد في شاشه وبتبص على التليفون ولا بتكلم حد من على اللابتوب، لا، في اوضه مخصصه للكلام ده، اوضه التواصل مع العالم الخارجي. لا، هي الفكرة نفسها هي لفتت انتباهي برضو للظروف اللي احنا فيها دلوقتي. يعني احنا كده كده عارفين ان هيحصل أزمة طاقة. فانت لو حصل أزمة طاقة زي اللي عندنا في مصر دلوقتي، خلاص نقفل المحلات. هو خلاص انت بتاخد بقى إجراءات علشان خاطر تقلل استهلاك. استراتيجيه عشان تعرف وده حصل بسبب ايه؟ تكمل. بأزمة حرب مضيق هرمز. ده اوكي. بيسموه تاثير الفراشه. اه. مشكله تحصل في المضيق تاثر على محل الفول والطعميه والفلافل اللي تحت. ليه؟ لان احنا معتمدين على العالم في حاجات كتير. احنا دلوقتي ما ينفع فيش بيت بيتصمم من غير ما يكون محتاج تكييف، محتاج كهرباء. دلوقتي ما ينفعش نتحرك من غير مفيش عربية. استقلاليه. اوكي. فدلوقتي انت معتمد على العالم الخارجي. طب ما دي فاتورة بتدفع. دلوقتي الحكومة تطلع تقول لك لا لو سمحتوا احنا نقلل حركتنا شوية. طب يا جماعة، ما العالم كله شغال على المدن الجديدة ان هي تكون كار فري، مفيش فيها عربيات، اللي هي بيسموها مدينه ال 15 دقيقه. او مدينة ال 15 دقيقة، على فكره انا اعرف الراجل اللي عمل الموضوع ده. اللي هي اصلا المدينه بتاعتنا زمان، اللي انت ممكن برجليك اللي توصل هي اللي انت مدينه عايزه. نصر عادي. اه فاهم لا، قصدي؟ انت كل حاجه حواليك في حدود ربع ساعه تعرف توصل لها ماشي. بالظبط، مش محتاج عربيه. طب ما انت بقى لنا اكتر من 20 سنه كل المدن اللي بنبنيها مدن هي كار اورينتد، هي محتاجه عربيه. طب تيجي دلوقتي لما تحصل ازمه تقول يا جماعه معلش احنا اسفين ما تتحركوش بعربيات. طب ما الناس ده بقى المبدأ اللي انا بتكلم فيه، ان هي قد تكون ابسط الحلول، اكثر الحلول عمليه هي اقلها، هي دي، هو ده اكثرها التخطيط، ابسطها. هو ده التخطيط. فلا انت استورد عربيات. طبعا الفكر الاستثماري استورد عربيات، ابني بيوت. طب انت البيوت اللي انت بتبنيها دي معزوله كويس؟ طب ما هي لو مش معزوله كويس ليه هتفرغ، تكييف كتير تحتاج تكييفات وهتدخلك في كتير. دايره بقى بتاعت طب هو حضرتك عارف ان انت بس مجرد البيت ده لو اتبنى بالكود المظبوط اللي هو اصلا موجود في مصر عادي معزول كويس هيوفر في الكهرباء 30%؟ اه يعني هو قرار لو اتاخد والكل على بيتعمل مدار، ازاي؟ ما دي دراسات علميه، مش ده التزموا مبني بس على بيها يا جماعه. دراسات علميه. اه طب هو انت جاي ليه في اخر لحظه بتتحرك؟ اوكي. طب تاني مثلا ليه ما بنتعلمش من تجارب الناس التانية؟ دلوقتي ايران اهي، ترامب كل مره يطلع يقول لك احنا هنعمل ايه، هنضرب البنيه التحتيه، هنضرب محطات الطاقه. طب هو احنا اصلا لو قادرين نعيش باقل قدر من الطاقه، لو زي ما حضرتك بتقول البيت ده هو خلينا ما برضه واقعيين في بيستهلكش. حاجه، هو النهارده ما فيش دوله تقدر تعيش بدون الطاقه الاحفوريه، عشان انت بتتكلم على صناعه وبتتكلم على بنيه ما اساسيه يعني. اقصدش، بس بس جزء كام من في المية؟ بس جزء منها كبير ممكن يعتمد على طاقات بالظبط. متجدده. يعني طب احنا لو ما اغلب المانيا بيوتنا بتعمل كده. بس اغلب بيوتنا مثلا، يعني احنا مش بنتكلم في سكيل المباني التجاريه، لا بيوتنا. اوكي. لو اغلب البيوت بتاعتنا هي مش شغاله ب 20 او 30% من الطاقه. لا، هقول لك على حاجه حلوه. في دول بالكامل اضطرتها لحاجه ان هم يعملوا اكتفاء ذاتي من الطاقه، تخيل. ما طبيعي. لبنان في انهيار في شبكه الكهرباء، اه شبكه الكهرباء طبعا، مش انا موجوده. قريت عن الموضوع ده. انزل اتمشى في لبنان، في بيروت، امم. البيوت كلها بالكامل مغطيه بالواح جنريتورز. طاقه، الواح طاقه. لا، ما في عندهم جنريتور، اه. بس حتى الجنريتور لانه غالي وممكن يحصل فيه وقف، لان حتى ممكن في لبنان تجيلك كهرباء 6 7 ساعات وبقيه النهار ما فيش كهرباء. امم. فهتلاقي ان البيوت العمارة كلها تقريبا متغطيه بالواح شمسيه. اوكي. النهارده في بيرو ولا كوبا، مين اللي عليه حصار من الطاقه؟ انا نسيت الحقيقه. امم. مفيش غاز، مفيش مازوت، مفيش غاز،
محطات الطاقه، محطات الكهرباء مش شغاله، الدنيا كلها ضلمت، بدات الناس تلجا لايه؟ الطاقه الشمسيه. طب ما انت الحلول دي كانت موجوده من زمان. هو احنا ليه نستنى الازمه؟ ما هي دي النقطه بقى. يعني انا دلوقتي لو بلد، اوكي، انا معتمد على اقل قدر من الطاقه، حصل اي تهديد، هو مين العدو اللي ممكن يضرب لك كل البيوت؟ ما هو لا لا، العدو هو مفيش عايز يضرب مفيش. باقل اه، ضربات، معروف ان البنيه الاساسيه يشللك طبعا اهداف عسكريه يشللك دايما. البلد. اه. خلاص، لو احنا رجعنا البيارات ما عنديش مشكله ان طبعا نكون متقدمين وعندنا صرف صحي، ما فيش مشكله في ده، بس في بلان بي. لازم. تمام، لازم. ما عنديش مشكله ان يكون عندنا طبعا تغذيه ميه، بس يكون في خزانات. مم. اوكي، عندنا شبكه كهرباء، اوكي، بس شبكه الكهرباء دي قلل بتدي يا قد سيدي ايه الاعتماد عليها شويه عشان توفر في الطاقه، عشان توفر؟ عشان توجهها للحتت الاهم. واحنا كده كده احنا بندفع كتير في البيوت، يعني احنا تكلفه البيت عندنا مش تكلفه قليله، احنا ما بس هي بنوفرش. تكلفه غير مبالغ فيها برضه على فكره، يعني مش يعني تكلفه التنفيذ حاجه، والتكلفه اللي انت بتشتري بيها حاجه تانية. بالظبط. بس ممكن ده يوضع في البند، ممكن جدا. احنا التشطيب تقريبا بيصل تكلفته من 50 الى 70% من تكلفه المنشأ المسكن. احنا كان في رقم جميل استثمر جدا، شويه في الحاجات التانية. في رقم وكان عظيم جدا انا قريته. احنا تتوقع حضرتك احنا عندنا كام عربيه مرخصه في مصر؟ لا، احنا ما عنديش تعدادنا علم. 120، انا عايزك تفترض 20 مليون. احنا 120 مليون. تفتكر في كام عربيه مرخصه في مصر؟ الحقيقة ما عنديش علم. عايزك تقول رقم، تتخيل كده. 60% مثلا. 10 مليون ايه ده، 10 مليون عربيه مرخصه؟ في مصر. القاهره فيها 5.5. والباقي غير مرخص؟ لا مفيش عربيات. مفيش عربيات اصلا. خلاص، ما هي دي انا بنتكلم، احنا عايزين نجيب يعني احصائيه. يعني قصدك ان 10 مليون بس معاهم عربيات؟ ال 120 مليون في 110 من غير عربيات. تمام. في 10 مليون عربيه بس، ده شامله كل حاجه. انا معلومه جديده يعني. تمام. فاحنا طول عمرنا عايشين من غير عربيه. حضرتك لو رجعنا للتسعينات، مم. انت العربيه بالنسبه لنا رفاهيه. احنا بنروح ليه؟ لان احنا كنا مبادئ التخطيط الطبيعيه كانت متطبقه كويس جدا. مم. مم. هي انا بشوف ان الازمه كلها حصلت من بعد الالفينات، زي ظهور بقى الجيتد كوميونيتيز، ظهور المدن الجديده، وده انا بشوف ان هو سوء اداري. يعني الناس كرهت مدينه نصر، الناس كرهت مصر الجديده، الناس كرهت الدقي، الناس كرهت المهندسين. ليه؟ بسبب سوء الاداره، ما فيش اداره، في ازعاج. فالناس بتهرب، يعني بتشوف دايما حته جديده وبتبدا. تمام، فانت رحت عملت لي كومباوند، عملت لي مولات. احنا من امتى بنحتاج مولات؟ ما طول عمر المحلات في الشارع. مم. ماشي، بس انت لما رحت عملت مولات الناس جريت عليها ليه؟ لان الشارع ما يتمشيش فيه. مم. اوكي، مستحيل تلاقي يافطه مختلفه في مول. طب هو المولات دي سر نجاحها ان هي مول ولا ان ليها اداره؟ اعتقد انه جمع لك كل حاجه في مكان واحد، وايه تخيل وخلى الاماكن المول، السكنيه تبقى سكنيه فقط بدون ازعاج ما اقصدش تخيل المول من غير اداره هيبقى عامل لا، ازاي؟ هيبقى فوضى طبعا. تخيل الكومباوند من غير اداره. فهي الفكره، هو اعتقد الحل ان مش في الكومباوند الناس بتشتري عشان الاداره مش عشان البيت نفسه. فهي السر في الاداره. فاحنا ممكن نعمل مدن طبيعيه جدا، بس الكومباوند دلوقتي احنا بدل ما كل الاستخدامات بقى كانت ميكس يوز، اللي هي كل الاستخدامات مع بعض، فجاه تخطيط قال لك القرون لا، الوسطى. احنا ايه، شيل ده من ده يرتاح ده عندك. حط لي بقى السكن يا ابني في حته، ما نوجعش دماغنا. حط لي التجاري في حته، وحط لي الاداري في حته. عندنا هنا الداون تاون، انزل شوف بس التجمع الخامس كده، اللي هو المركز الاداري بتاع التجمع الخامس. العربيه بتركن صف رابع وصف خامس. طب انزل شوفها بالليل، صح؟ فانت حتى كان في كتاب جميل قوي بتاع جين جاكوبس، جين جاكوبس طبعا. خطير جدا. هي بتقول لك انت الموضوع اضراره كتير، ويمكن اهمهم انت بتستخدم المدينه نص يوم، انت ما بتستخدمش. بيحصل تكدس عليه. عارف، انا فكرتني حته حلوه قوي، انا قريتها في CNN. كان يقول لك لندن من 100 سنه كانت سرعه 120 سنه كانت سرعه العربيات فيها 12 ميل في الساعه. النهارده سرعه العربيه في قلب لندن 12 ميل في الساعه. طب ازاي؟ مم. من 100 سنه ولا 120 سنه كانت دي اقصى سرعه العربيات وصلت لها. اوكي. النهارده العربيات بتعدي اكتر من كده، ممكن توصل 200 ميل في الساعه. مم. بس انت بسبب التكدس ما انتش عارف تمشي، فباصبح برضه بتمشي برضه 12 ميل في الساعه. بس ده بيبين لك بينور قوي المشكله. واغلب الدول دلوقتي هي بتقفل الطرق وبتحاول تفتح مساحات عامه للمشاة. فكرة نظريه ال 15 دقيقه، ده مهم جدا. مدينه ال 15 دقيقه. احنا عندنا حتى الان احنا مش قابلين ده، مع ان احنا طول عمرنا عايشين كده. كارلوس مورينو. فجاه لا، تعالى غيرنا الفكر تماما وعرفنا نبيعه، لان احنا كرهنا الناس في التجربه القديمه. فبقوا لا، هم كل اول ما تقول لهم يا جماعه احنا نلغي الكومباوندز ونعمل نعيش عادي في مدن عاديه، هو يفتكر الميكانيكي اللي كان فاتح تحت بيته بيصحيه هو مستحيل يرجع للتجربه دي تاني. يرجع للبواب الرخم اللي كان بيبص عليه في الطلعه والنازله. لا، انا معجب جدا بتجربه السكيورتي.
طب يا فندم ما هي دي ليها اضرار اهو. هم لسه ما اكتشفوش اضرار، بس ليها لا أضرار. احنا دلوقتي، انا والله لما كنت بتكلم على المواضيع دي في كذا مكان وفي الفيديوهات حتى، انا كنت بتشتم وانا بتكلم عن مخاطر احنا ممكن نواجهها بعد 10 15 سنه. احنا دلوقتي بقينا شايفين المخاطر اهو، في لوك داون رسمي، المحلات كلها والشوارع كلها تقفل الساعه 9، انا هقول لك على حاجه. الكهرباء اللي بتقطع السنه اللي فاتت. انا حسيت شويه بالمشكله الجيتد كوميونتي دي. انا لما سافرت كان في 2015، ما كانش الفكره ده او الفكره ما كانتش منتشره قوي. بعد كل فتره ما بنزل مصر الحقيقه بسمع كلمات انا مش متعود ان انا اسمعها ومش فاهم، فهمتها بعد كده يعني، بس وقتها ما كنتش فاهمها. يقول لك في حاجه اسمها ايجيبت ومصر. اه طبعا. يا جماعه مش ايجيبت دي الترجمه بتاعت مصر بالانجليزي ولا؟ أنا كنت فاهم كده يعني. فاكتشفت لا، ده في مجتمعات، في فصل طبقي ظهر في مصر. دي مشكله اجتماعيه دي تانية. بسبب الجيتد كوميونتي. طبعا. الناس اللي عايشه في جيتد اصبحوا اللي اسمهم ايجيبت، والناس اللي عايشه بره اسمهم مصر. طب انا برضه ما كنتش مستوعب ليه يا جماعه بقى بريفليج. دي مشكله من المشاكل اللي بتقول عليها. انت اول ما تقول لي لا معلش، يعني هو زمان كان الكومباوندز دي لطبقه معين، دلوقتي كل الطبقات. انت سواء اقتصادي، سواء متوسط، سواء فاخر، كلمه كومباوند بتبيع. مم. فخلاص بقى انت دلوقتي ما ينفعش حتى الاسعار. انت لما تشتري شقه في كومباوند مختلفه تماما عن الشقه. اه عشان الخدمات اللي بيتمها فنرجع، هو بيديك الحاجات الاساسيه بس بسعر غالي. يعني هو طبيعي ان انت يا ابني تعيش في مدينه فيها لاندسكيب، بتفضل طول حياتك تصرف بقى على طبيعي الكلام ان ده. انت فجاه لا، انا ما بقاش الشوارع العاديه ما بقتش فيها شجر، ما بقاش فيها لاندسكيب، وبعد كده ايه، اللاندسكيب هتلاقيه جوه الكومباوند، فانت تضطر ان انت تشتري في كومباوند. طب ماشي خلاص اوكي، عملنا ده وعملنا التغير ده، طب مساوئه ايه؟ ما انت احنا كحكومه دلوقتي انت بقيت هش جدا جدا جدا. اي دوله بتتبع هذا المبدأ هي فعلا خلاص شكرا، اي مشكله هتحصل في العالم هي هتتدمر. فكرة هي الجيتد كوميونتي دي ظاهرة في العالم كله، يعني انا لقيتها في كذا دولة ومشاكلها النموذج موجودة الاشهر امريكا. ما هي امريكا اللي اخترعت القصة دي في لوس تمام. انجلوس، بس انا كنت اوروبا شفتها. لا، بس في فرق اوروبا بين لسه لا، بعيد شوية عن الحتة هي دي. دي. بص، اليابان بعيد شوية عن الحتة دي، في دول بعيد شوية عن اوروبا الحتة دي. النموذج الاوروبي انا بحبه جدا. هو هم الانساني اكتر، واعيين، انساني هم اكتر. واعيين قوي 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 لده. وعلى فكرة احنا فضلنا نتبع النموذج الاوروبي دي لحد سنة، لحد ايه، احنا طول عمرنا ستينات مثلا، ماشيين سبعينات. من لغايه التسعينات بدأ الالفينات. يحصل لا لغايه الالفينات. احنا مين بدأ يحصل المدن التحول ده بعد من كده. بدايه التجمع والشروق والعبور، هي الحاجات دي بقت خلاص هي كار اورينتد. انما احنا قبل كده احنا كنا تمام. انت عارف في امريكا لما سافرت امريكا، انت ما عندكش عربية، انت مالكش وجود. طبعا. يعني انت ما ينفعش تعيش من غير، يعني انت مش موجود. لكن في اوروبا في ناس في السبعين وثمانين حياته كلها على بسكليت، هو مش محتاج عربيه. كوبنهاجن، امستردام. العواصم الاوروبيه كلها رصيف للمشاة، رصيف للعجله، رصيف للبتاع، والدنيا ماشيه، وعندك الترام وعندك الاتوبيس، والدنيا المواصلات العامه كويسه فيها. اللي عنده عربيه ده واحد يعني بقى ايه، يعني حاجه مختلفه تماما، لكن عكس النموذج الامريكي يعني. ففكره فعلا هي هو ده الحل في وقت الحروب او وقت الازمات، وده اللي خلينا النهارده نفتح الموضوع ده ونتكلم فيه. بس انا عايز اسالك قبل ما ننهي حلقتنا عن سؤال مهم قوي. هل شايف الازمات اللي احنا فيها دي ممكن تغير تفكيرنا في العماره الفتره الجايه؟ هو لازم، عارف ليه؟ المبدأ بيقول لك ايه، الحاجه ام الاختراع، صح؟ بالظبط. حتى بالانجليزي يقول لك the is mother of all in the invention is the mother of all needs، او إن حاجه مش فاكر يعني، بس هي دي ترجمتها يعني، اللي هي الحاجه ام الاختراع. احنا اضطرينا، صح، اتزنقنا واكتشفنا الخلل. الطبيعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها انك بتكتشف الخلل وبتحاول تصلح، ده لازم. ماشي، ما ده حصل في الكورونا وما صلحناش. هنقول التغيير بطيء، بس لا، بدأت. عارف ليه؟ طب ما هو الناس قاعدة في الكورونا بدأت تفكر احنا ايه المشكلة، وبدينا نتكلم، وبدينا نعمل مشاريع، وبدينا نعمل ابحاث. صح، الحمد لله من رحمة ربنا ان الكورونا ما طولتش، بس لو كانت طولت كنا نفذنا. لكن للاسف اللي بتطول معانا هي الحروب، فهنتعلم منها وهنبدأ ان نفكر بصورة مختلفة. ربنا حمانا من حاجات كتير قوي على فكرة. العلماء بيقول لك التهديدات الوجودية ايه، 26 تهديد. وعارف اخطر تهديد وجودي ايه هو؟ طبعا مش هدخل بقى في الحته العلميه دي، في تهديدات وجوديه بفعل الانسان وفعل الطبيعه، والنيازك بفعل الطبيعه، الحروب النوويه بفعل الانسان. اخطر تهديد من ال 26 دول ايه هو؟ انا بسميه اللي هو رقم 27، تهديد الاخطر، المجهول. اوكي. انت مهما تفكر دايما عندك في تهديد وجودي هيطلع لك انت ما كنتش عامل حسابه ولا تعرفه. ده معنى كلامي ايه، او الهدف من المثال ده ايه؟ ان احنا لازم نفكر في حلول، بس لازم كمان نكون مرنين، لان ممكن يطلع لك مشكله انت اول مره تشوفها في حياتك. ده اللي اتعلمناه من الفضاء. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، الله والله يخليك حبيبي. نورتني، وانا مش عايز الحلقه تخلص.
ومستمتع جدا جدا الله يبارك بالنقاش. فيك. وبجد يعني حضرتك شرفتني النهارده. الشرف ليا طبعا، واشكرك ان انت بتوصل صوتي للناس، يعني دي حاجه يعني مهمه قوي. شكرا يا دكتور. الله يبارك فيك.